صباح الخير عليكم، مساء الخير عليكم. فين ما تكونوا وقت ما تكونوا. النهارده في قناتنا افلام عبقريه بس منسيه. هنشوف ونسمع مع بعض فيلم معركه الحياه. هو مش اربعيناتي، هو بالظبط انتاج سنه 1950، وانتاج الشركه المصريه الحديثه، ودي كان يملكها وقتها الفنان حسين صدقي. تعالوا نشوف مع بعض فريق العمل ونبتدي ونعرف قصته. الأستاذ حسين صدقي طالع في دور أحمد، وعلى فكرة هنلاقي هنا الأستاذ حسين صدقي مشارك في التأليف وفي الحوار وفي السيناريو، وهو المخرج وهو المنتج. الأستاذ محمود المليجي طالع في دور فاضل أخوه، سميحة توفيق في دور سامية، نازك وطالعة في دور فتحية. وهنلاقي نازك هنا يا جماعة اسمها الحقيقي مش نازك، هي فنانة إيطالية وطالعة مطلعينها هم باسم نازك، ودورها في الفيلم فتحية. هنلاقي سوريا فخري قايمة في دور الأم لأحمد وفاضل، وهنلاقي زكي إبراهيم عم عمر، ستيفان روستي جودة بيه، حسن فايق إسماعيل، محمد الديب طالع في دور خال فتحية. والفيلم على طول بيبتدي أحداثه. سميحة توفيق أول هنقول على طول الاسم اللي هي سامية، كانت لسه هتعمل حادثة وهتخبط أحمد، فالمهم مناوشات وكلام وقال لها يلا عفى الله عما سلف وسابها تروح لحالها. من هنا حصلت يعني شرارة إعجاب بسيطة بينهم هما الاتنين، بس اتنست. جه بعد كده بننقل على المشهد اللي بعده، ان احمد راح مكتبه، بيجي له ناس كتيره مكتبه لان هو شغال محامي، وفاضل شغال زي محاسب في شركه. بس شتان ما بين الاتنين عشان برضه نبقى عارفين سير القصه ماشيه ازاي. احمد طالع محامي ماشي بما يرضي الله، ما بيسمعش صوت غير ضميره، فكل ما تجيله قضيه فيها لف ودوران بيرفضها وبيقبل اغلب القضايا للغلابه. فجاله واحد غلبان اللي هو عم عمر وبنته فتحية. عم عمر فقد بصره في حادثة مصنع ورفضوا يدوله حقه، فبالتالي لما بنته اتخضت عليه من المرض اللي بقى فيه اتخرست. المهم طبعا سبب الخرس اللي هو عندها ده نفسي مش عضوي، فبالتالي مش هيتعالج غير بشكل نفسي. يتنقل بعد كده المشهد اللي بعد منه ان هم في البيت ملمومين مع امهم، والمليجي بيتكلم عن قد ايه الثروه اللي هيحصل عليها اول ما يتجوز ساميه بنت صاحب المصنع، وعمال يقرب من صاحب المصنع عشان يمسكه مركز كبير ويبقى هو المسيطر والمهيمن على المصنع كله. وبيدخل احمد وبيقول له طيب يا اخي شوف قضيه الراجل الغلبان اللي انتوا ضحكتوا عليه. قال له ماليش دعوه، الموضوع مش بتاعي. بعد كده بنلاقي وجود اسماعيل في مشاهد كتيره متكرر، بس انا مع الاسف يعني مش لاقيه له اي دور غير ان هو حاطينه للحبكه الكوميديه، يعني يقول كلام يضحك على المضض وقتها، لكن ملوش اي دور تقريبا. ما بيضيفش ما بيقلش ما بيزودش، فبالتالي احنا مش هنجيب سيرته خالص. انا بس حبيت اقول ان هو موجود في كل المشاهد تقريبا، لكن بدون ما يسيب اي اثر على قصه الفيلم او سريان احداثها. بعد كده بنشوف ان فتحيه مع ابوها بتيجي المكتب للاستاذ احمد، اتكلم هو وهم قاعدين مع الدكتور، بيقول له انا لازم محتاج ممرضه عشان امي. فعم عمر بيقول له انا فتحيه عندي بنتي كانت شغاله في القصر العيني، بس الحادثه اللي حصلت لها خلتها قاعده في البيت، هي تمرض امك، وطبعا من غير اي مقابل، دي خدمه لان هو مش هياخد منه اتعاب. وابتدت تتردد فتحيه على البيت، ابتدت ترتبط عاطفيا باحمد، بس هو مبدئيا لسه مش حاسس بيها، حس بيها مع العشره والروحه والجايه. وفي نفس الوقت ده خلاص فاضل ساب اسرته تماما وانفصل عنهم، وقرب خالص من ساميه واتجوزوا، وعاش هو معاهم وحط ايده على المصنع وسيطر خالص لغايه ما ابوها مات وبقى هو اللي ماسك وهو الامر الناهي، وخلف منها بنت. وفي نفس الوقت ده ابتدى احمد يقرب من فتحيه، ارتبطوا واتجوزوا وخلفوا ولد. لفت الايام، الام ماتت والاخين انفصلوا لان ده دماغ وده دماغ، لكن لسه ساميه حاطه احمد في دماغها، ففي اي مقابله اي زياره تحرق دم فتحيه بمعرفتها باحمد، وتحرق دم فتحيه بمشكله لسانها. وتلف الايام وفاضل يعيا ويجيله مرض القلب. وقتها كان بيصنف كده مرض القلب ما بيتقالش لا شريان ولا وريد، وبيتعب خالص وبيفضل قاعد في البيت لغاية ما بيموت، وبيسيب كل اللي معاه لمراته وبنته. فطبعا القانون لأن هو مخلف بنت بيبقى نص ما يملكه بيروح لأخوه، والنص التاني لبنته ومراته بالتساوي بالقانون يعني. فهو طبعا كل ثروته لبنته بعد ما تكبر وتبقى دي جوازها. بيلاحظ ان الام سلوكها مش كويس، وبيلاحظ كمان ان هي رجعت تشتغل عليه، ولما ما لقيتش فيه فايده رجعت اشتغلت على جوده بيه اللي هو ستيفان روستي.
هو بيحذرها، بيقول لها انا هاخد الوصايه للبنت وهضمها معايا. بتهدى شويه وبتتعدل. في نفس الوقت ده هو بيكبر في شغله خالص لدرجه ان هم طلبوه يبقى سفير في لندن. فتحيه بتحس ان هي العقبه في حياته، بتهرب وبتسيب البيت. مين اللي استغل الموقف؟ ساميه. بتقرب منه جدا، وفي لحظه ابنه بيعيا. فطبعا هي بتعمل ايه؟ الملاك الرحمه، وبتيجي هي تمرضه. مع الاسف هي بتديله في الدواء سم بس بالبطيء عشان الولد يموت ويفضى هو ليها ولبنتها، وتنهي حياه فتحيه خالص من تاريخه ومن حياته الزوجيه. لكن يشاء السميع العليم والقدر ان عيد ميلاد بنتها يجي وهي شايله الباودر المسمومه دي في اوضتها. فالبنت بتفتحها على فكرها ان هي ايه؟ باودر للخدود. فبتروح ايه؟ لسه هتفتحها ولسه هتشمها وتحط منها. الداده نادتها. على بال ما رجعت كانت الباودر اتكبت على طبق الاكل بتاعها. كلت الحلويات بتاعتها وماتت في ساعتها. في نفس الوقت ده فتحيه بنكتشف ان هي مع خالها. احنا مش عارفين لسه انه خالها. في عربيه وبيقول لها طب انا هسبقك، طب انا مش عارف ايه. بنكتشف بعد كده ان هي سافرت معاه كذا شهر لاوروبا، بتحاول تروق من اللي هي فيه، او صحتها ترجع او لسانها يرجع علشان تقدر ترجع لجوزها حبيبها وبيتها وابنها. لكن الدكاتره حتى بره بيقولوا ان مفيش فايده. موت بقى بنت ساميه بيجنها تماما. بتروح تخطف ابن احمد عشان تقتله. في نفس اللحظه دي فتحيه رايحه لاحمد علشان تقول له ارحمني. ارحمني من ايه بقى؟ لان هو فاكر ان خالها ده عاشقها. لان لما شافتهم ساميه بالصدفه قالت له الحق. فقالت له ارحمني. فاكتشفت ان ساميه خدت ابنها وبتجري بيه. جريت وراها ولحقت ساميه ودخلت عليها البيت، وقامت عركه حريمي فظيعه. شد وضرب وعض وكل حاجه. لغايه ما في لحظه فتحيه بتحاول تقاوم ساميه، لقت ابنها كان لسه هيقع من على السلم، فنطقت وقالت ابني، ومن هنا اتفكت عقده لسانها. فدخلت احمد وكل الناس والبوليس. قبضوا طبعا على ساميه لان هي اصلا اتجننت، يعني مش هتخش السجن، ارحم لها. وفتحيه اتكلمت ورجعت لاحمد وفهمته، وخالها كان واقف وهو فهمه كل حاجه اصلا، ومع بعض بسعاده. وبينتهي الفيلم هنا وبتنتهي معركه الحياه.